وزراء مدير عام شركه برومو صالون الجزائر، الشركه اللي تساعد في تنظيم المعرض الدولي للصناعات الغذائيه اللي هو جزاكرو في الطبعه تاعو 23. هذا العام ان شاء الله المعرض يكون من 12 ابريل الى 15 في قسم معارض صنوبر البحري. عندنا هذا العام حوالي 600 عارض جزائري ودولي، 600 عارض من 28 دوله، 150 شركه جزائريه صانعه في قطاع واسمه التحويل، صناعات غذائيه، واسمه التغليف تانيك، البروسيس. يعني هذو لي سوسيتي الجيريان représentent à peu près tout le plus gros du marché algérien. كوم شاك اني عندنا لو كونكور جازينوف، عندنا الفضاء واسمه لو بول فورماسيون، وعندنا سيكل داتوليي اي دو كونفيرونس اللي راح نتكلموا على كيف التصدير، لي بروبليماتيك كو بوف رونكونتري لي زونتربريز الجيريان كي يروحوا اكسبورتيف، نوتامون في لابارتي تاع لومبالاج في التغليف، على ما يكون لازم التغليف يكون عنده جوده ويكون معايير اتسيتيرا، اللي يخلي يعني المنتوج الجزائري يغزو الاسواق الخارجيه. بالنسبه للاجانب، هذا العام عندنا حوالي 620 دوله، حضور كبير يعني كوم شاك اني. علاش حنا نقولوا كونت اون بريزونت لو صالون، نقول دائما انايا بوندون 4 جور اكبر مصنع للصناعات الغذائيه يكون في الجزائر العاصمه، وهذا العام يكون من 12 الى 15. علاه نقولوا هكذا؟ باسكو تو سامبلومون لي زيكسبوزون étrangers lorsqu'ils viennent c'est des industries, ils vont accompagner l'industrie algérienne. شكون ضيف الشرف؟ ما عندناش، حنا ما نديروش ضيف الشرف، الجزائريه دائما ضيف الشرف يعني لي زيكسبوزون الجيريان. حنا نشوف المحترفين، هذا المصنع هذا اللي حيكون في 4 ايام للمحترفين الجزائريين ولا الاجانب اللي يحبوا يجيو يفيزيتيو لو صالون، ان شاء الله عندهم يديروا لوغ دومون تاع الباتش تاعهم ويجيو سور لو صالون. فوالا.